السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعاتي الغاليات، بارك الله فيكم جميعا. شكرا على تعاليقكم الإيجابية وعلى كلامكم الطيب في حقي. والله العلي العظيم كنشكركم بزاف، كنشكر اي واحد خدا من وقته وكتب ليا كلام زوين بحالو. الحمد لله الناس يعني راضيه على الخدمه، راضيه على الوصفات، كينجحوا معاهم، فيا ربي تيسر لكم كاملين. واي واحد دخل على هذا الفيديو يا رب تفرج عليه هم وتفرج عليه كرب الدنيا والاخره وتيسر له امره وتبعد من طريق الناس الشريره. يا رحمن يا رحيم. اللي عندها مشاكل مع زوجها ولا مع حبيبها يا ربي تفك عليهم المشاكل وتجعلهم احباب زي السمن والعسل يا رحمن يا رحيم. واللي تبغي اولاد يا ربي ترزقها الذريه الصالحه، واللي عازبه يا ربي تبعث لها ابن ناس يعني رجال ويتهلا فيها ويصونها. واي واحده تبغى اي شيء يا ربي تحقق لها يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنات حبيبي، اليوم جايبه لكم طلسم تكتبيه على كف يدك قسما بالله ثم قسما بالله، يعني يرجعوا لك يعني راكع. اكتبيها على كف يدك، اذا غاب عنك او هجرك حبيبك او زوجك اعمليها بكل نية، والله ثم والله يرجع لك راكع نادم. يعني تخيلي ما يقدرش يفارقك ولو دقيقة، لو بينك وبينه بحور، لو بينك وبينه مسافات، لو بينك وبينه قارات، لو أنت في الصين وهو في السعودية، لو بينكم مسافات، لو أنت في أمريكا وهو في أوروبا. يعني وصفة قوية جدا، يعني اللي يمكن تعملها المرأة أو يعملها الرجل، يعني لكلا الجنسين لا حرج في ذلك. فقط أقول وأعيد، تابعوا الوصفة كما أقول. هذه الوصفة ترددت في طرحها لأنها فعلا قوية جدا وما تخافوا أي حاجة، يعني ما فيها ولا صرف عمر ولا أي حاجة. نبداو على بركة الله. شروط الوصفة: لازم تكوني على طهارة وتكون عندك النية الخالصة والسرية التامة، بمعنى لا تقولي لا أحد إنك راح تسوي هذه الوصفة. حبايبي راه النية يعني راه السرية، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لك واستعينوا على أموركم بالكتمان. أي حاجة بدك تسويها في حياتك لا تخبري أي حاجة، لا تقولي هذه صديقتي ولا هذه حبيبتي، ما في صداقة ولا أي شيء. فهذه هو الشروط. بالنسبة للمكونات سهل وبسيط، راح نحتاجو كزبرة حبوب، كزبرة ها هو، هذا هو القزبر حبوب او الكزبرة حبوب. راح نحتاج احيانا في الله المسك. المسك يعني عند اي عطار قولي يعطيك مسك، ها هو مسك ابيض ها هو. ثم راح نحتاج قلم اي لون، اسود ولا احمر اللي توفر عندك حبيبتي. راح نحتاج عطرك المفضل، عطرك المفضل انت. راح نحتاج كذلك ورقه. كما ترى الوصفه سهله وبسيطه. دائما قبل بدايه اي وصفه المكان اللي تعملي فيه الوصفه بالنسبه لليوم اي يوم وبالنسبه للوقت اي وقت، المكان اللي تعملي فيه الوصفه حبايبي اشعلي شمعه، بسم الله اشعلي شمعه عشان تحضر معك الروحانيات القويه وتيسر لك امرك. دائما بدايه اي وصفه اشعلي شمعه وضعيها ثم بلشي الوصفه. فهمتي علي يا حبايبي في الله؟ ثم نعطر المكان، نأخذ العطر المفضل عندك تعطري به المكان، عطري به المكان جيدا. الله يعطر ريحتكم يا رب. بعد ذلك أحبابي في الله، أولا تأخذين العطر وترشي به المكان اللي راح تعملي فيه الوصفة. هنا كل شيء واضح. ناخذ قلم أحمر ولا هذا ونكتبه هنا في كف يدنا، في هذا الكف هنا اليسار جهة القلب، في كف يدنا نكتب هذا الطلسم هكذا. نتمنى يكون كل شيء واضح. نديرو يعني هو هكا هذا الشكل، يعني كنافذة من 4 خانات مربع. هذا المربع نقسمه إلى 2 هكذا. فهمتوا علي؟ هنا نكتب أول حرف في اسمك أنت. مثلا أنت سميتك مثلا رقية، أول حرف من اسمك هو حرف الراء. اسم حبيبك مثلا سعيد، أول حرف من اسمه هو حرف السين. لو أنت رجال وبدك يعني تجلب المرأة ليك
راح تعمل العكس، راح تكتب اسمك انت اول حرف من اسمك هنا، وحبيبتك اول حرف في اسمها هنا. يعني اول حرف حبيبتي من اسمك انت، والرقم اسم المجلوب الذي تريدين جلبه لك تكتبينه في الاسفل، اول حرف من الاسم. بعد ذلك نكتب هنا عين عين واو واو دال. هنا نكتب 1 1 5 بالأرقام العربية. ثم هنا نأتي هكذا. نتمنى يكون كل شيء باين وواضح. هون تكتبين جلب طاقة. بزاف منكم راح يقولوا لي مش راح نقدر نكتبوا هذا الطلسم كامل في كف يدينا. شوفوا احبابي، انا كتبته البارحه، فراه تبارك الله يعني هناك يعني مسافه في اليد، يعني هذا راه يقدك في يدك. بعد ذلك عندما تكتبين هذا الطلسم في يدك كما اخبرتك، هذا الطلسم تكتبين في يدك، تأخذين ورقة تكتبين عليها ورقة. يعني هذا الطلسم نكتبه على كف يدنا اليسار. بالنسبة من بعد ذلك تأخذين ورقة بيضاء يعني غير مسطرة على هذا الشكل، تكتبين فيها هذا الكلام. تكتبين شوفوا: سلطت عليك يا فلان. اعتقد انني راح اروح اكتب الكلام ثم ارجع لكم عشان ما اطول الفيديو عليكم حبايبي. يعني بعد ما كتبنا في الكف ديالنا الطلسم، هذا الطلسم، ناخذ ورقه بيضاء غير مسطره وقلم في اي لون، نكتب في هذه الورقه سلطت. يعني هنا لازمنا نقطه، نكتب سلطت عليك يا فلان ابن فلانه، اسم حبيبك واسم امه. لو ما عرفتيش اسم الام دائما حواء. روحانيات الجلب والمحبه. وحفرت اسمي انا فلانه بنت فلانه. هنا حبيبتي اسمك انت واسم امك. الناس اللي لاقوا صعوبه والله العظيم حاول تكمل لهجه بيضاء عشان تفهموني وتعمل فائده. الجلب والمحبه. وحفرت اسمي أنا فلانة بنت فلانة في قلبك، لا ترى امرأة غيري وتكره معشر النساء دوني. أنا اجعلوه قردا ممسوخا في عيوني، في عيون مع الزربة سبحان الله، في عيون كل بنات حواء. أعيد: سلطت عليك يا فلان ابن فلانة. روحانيات الجلب والمحبة. وحفرت اسمي أنا فلانة بنت فلانة في قلبك، لا ترى امرأة غيري وتكره معشر النساء دوني. أنا اجعلوه قردا ممسوخا في عيون كل بنات حواء. هذا نكتبه في ورقة. فهمتوا علي يا حبايبي؟ في ورقة. تأخذين هذه الورقة، تضعين فيها القليل من الكزبرة، تقومين بلفها هكذا، ونقوم بحرق هذه الورقة هكذا. يعني كل شيء واضح وباين، أسهل وصفة. بعد ذلك تأخذين كف يدك التي كتبت فيه ذاك الطلسم، تقومين يعني هذا المسك، تقومين بفك يدك بالمسك هكذا هكذا، وتأخذين ماء الورد، وماء الورد تغسلين به يدك. ماء الورد، لكن الماء الذي غسلت به يدك يجب أن تجمعيه، مش لازم يروح مع مجاري مائية، لازم تجمعيه عشان يعني تتخلصي منه، يعني تكبيه في محبق أو عند شجرة أو حديقة. فهمتي علي حبيبتي؟ يعني الورقة اللي كتبتي فيها هذاك الكلام تضعين فيها الكزبرة
حبوب وتحرقها. بالنسبة لكفك التي كتبت فيها ذلك الطلسم تقومين بفركها بالمسك جيدا، بعد ذلك تغسلين يدك بماء الورد أو ماء الزهر اللي توفر عندك. والماء يعني حاولي ما تخليهش يروح مع المجاري المائية الذي غسلتي به الكف، حاولي تحتفظي به. ولما تخرجي ولا عندك حديقة في البيت ولا عندك يعني غرس أو نبتة، ترميه في ذلك الغرس الماء الذي غسلت به كفك. والله من أقوى الوصفات، قوية 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 جدا.